السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. خواتاتي وبشركم مبروكه، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله، والله يعطي كل واحد نتمنى في خاطره. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم عصير رائع اقتصادي وجد جد صحي وغني بالفيتامينات، وان شاء الله تقدروا تعتمدوا في هذا رمضان وعلى الطويبله ديال رمضان بالصحه والراحه ان شاء الله. على بركة الله غادي نبداو. بالنسبة للمكونات كما قلت لكم راها اقتصادية. انا هنا عندي باربة وحده وعندي 3 ديال الليمونات. بالنسبة للباربة راني غسلتها مزيان ونقيتها وغادي ناخذها مباشرة كما كتشوفوا معايا. انا خديت هنا الهاشوار، اي خلاط كهربائي تقدروا طحنوا فيه. غادي نقطع قطع صغيرة على الشكل كما كتلاحظوا معايا. انا الباربه راها ما مسلوقه، محتاج شي حاجه خديتها هكاك من بعد ما غسلتها ونقيتها مباشره نقطعها وغادي نطحنها، يعني راها ما مسلوقاش. غير قطعوها قطع صغيره باش الخلاط ديالكم يطحنها مزيان على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. صافي مباشره غادي نقي حتى الليمونات ديالي، غادي نزول لهم الجلده ديالتهم وحتى دوك الخيوط البيضاء اللي كتكون القشره البيضاء اللي كتكون الفوق ديالهم. المهم نقيو الليمون ديالكم مزيان حتى من البذور لا كان فيهم البذور. صافي وضيفوه مباشره على هاد الباربه ديالكم. غير تبعوا المراحل وتبعوا الفيديو وان شاء الله راه هذا العصير غيولي معتمد عندكم بقوه البنه اللي كتجي فيه. كيجي واعر خطير في البنه، وانتم كتعرفوا الفوائد ديال الباربه وحتى الفوائد ديال الليمون وحتى الاضافات اللي غنضيفوا ليه ان شاء الله. راه كيجي واعر واعر غزال متشبعوش منه، وراه دغيا كيوجد خفان زربان راه ما كيشادش الوقت بتاتا. كما شفتوا حنا راه ما سلقنا لا باربه لا حتى حاجه، خليناها بالفوائد ديالها كامله، يعني خليناها طبيعيه. راه كما قلت لكم ان شاء الله اللي جربتوه راه غيعجبكم. صافي ومن هنا كما قلت لكم راني غاديه نقي الليمونات ديالي كاملين بنفس الطريقه على هذا الشكل هذا. خواتاتي اللي ما مابونيش عندي واللي ما مشتركش عندي في القناه مرحبا به والف مرحبا يشترك عندي في القناه فضلا وليس امرا. شكرا بالاخوات كاع اللي انضموا للقناه. كما كتشوفوا معايا هنايا انا هنا راه عندي 7 ديال التمرات. خديت هنا التمر بعد ما غسلته مزيان راني غنحيد ليه العظم اللي كيكون الوز ديالو كنزول ليه فيه. انا هنا خديت قياس ديال 7 ديال التمرات كما كتشوفوا معايا. حتى التمر نتوما راكم عارفين الفوائد ديال التمر، يعني هاد العناصر كامله راها غنيه بالفيتامينات وبالفوائد ديالها وراها اقتصاديه. يعني هاد العصير راه اقتصادي وفي نفس الوقت راه صحي وغني بالفيتامينات وكيجي لذيذ ما تشبعوش منه. جربوه ان شاء الله، واللي جربته ما تدوز عندي الكومنتير وتخليها ليا وتقول لي كيفاش جايه. صافي هنايا من بعد ما وضعت التمرات ديالي كاملين كما كتشوفوا معايا، يعني بقات هاد الوحيده ان شاء الله. صافي غندوزو نزيدو المكون الرابع. بالنسبه للمكون الرابع هنا عندي هنا دانون بالنكهه ديال الفريز، ضروري يكون بالنكهه ديال الفريز، كيتواتى بزاف ولا بشكل كبير مع هاد المكونات هادي. انا هنا وضعت غير واحد، اللي بغى يوضع حتى 2 ديال دانونات يقدر يوضعهم. انا صراحه وضعت غير واحد وراه جا كافي وغزال في هاد المكونات بالنسبه للقياس اللي خديت انا في هاد العصير هذا. على حساب افراد العائله تقدروا تاخذوا هاد اللي بغى يضاعف المكونات يقدر يضاعفها. هنايا انا وضعت كاس واحد ديال الماء غير باش نطحن بيه هاد العناصر باش ما تفيتش ليا يعني الخلاط الكهربائي ولا الهاشوار باش ما يفوتش ليا من الجناب. ومن بعد غنضيف الماء. بالنسبه للماء انا هنا تقريبا راني زاد 2 كيسان ديال الماء على الكاس اللي شفتوا معايا ضفت. صافي وطحنت مزيان وغادي نصفيه هنا مباشره. غنصفي العصير ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي وشوفوا اللون كيشهي صراحه.
صافي، وغادي نحاول ندوز العصير ديالي كامل من هاد الصفايه. وبالنسبه لهاد الشيء اللي يبقى لي هنا في الصفايه حتى هو غادي نرجع ان شاء الله نطحنه، وغنضيف ليه تقريبا واحد 2 كيسان ديال الماء. غادي نطحنه وغنضيف 2 كيسان وغادي نصفيه بنفس الطريقه. بالنسبه للناس اللي كتبغي الحلاوه زايده بحالي انا صراحه مولين الدار كيبغيو شويه الحلاوه زايده شويه، ما تكونش يعني ناقصه. هنايا انا تقريبا كنت ضفت تقريبا من 2 معالق حتى 3 ديال سنيده اللي ضفتهم العصير. واللي كيبغي الحلاوه ناقصه راه يكتفي غير بالتمر اللي ضفنا في العصير، راه يكتفي به صافي، راه هو بركه. اللي ما كيبغيش الحلاوه، اما اللي كيبغي الحلاوه راه يقدر هنا يزيد السكر. بالنسبه لي انا راه زدت كما قلت لكم من 2 معالق حتى 3 ديال السكر. صافي كما كتشوفوا، شوفوا القوام ديالو ما شاء الله كيفاش كيجي بعد ما صفيناه. القوام راه كيجي رائع كما بان لكم في الفيديو، او كما هو مبين في الفيديو، راه كيجي رائع. هنايا غنقدمه معكم ان شاء الله. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي اللوين ديالو غزال، وراه كيجي صراحه راه ما كيجيش، كيجي خيتر. والبنه كما قلت لكم راه ما تشبعوش منه، رائع. ونتمنى انكم تجربوه. واللي جربوا كما قلت لكم تخلوا لي في كومونتير كيفاش جاكم. راه صحي وغني بالفيتامينات، كيجي بنين رائع، وتقدروا تعتمدوه في الطبيله ديال رمضان ديالكم. والصحه والراحه ان شاء الله. تلاقاو اخواتاتي في فيديو جديد ووصفه جديده، ولهلا يحشمنا معكم. ورمضان مبارك على جميع المسلمين، والله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة وطولة العمر. واللي في قلبه شي حاجة الله يحققها لي إن شاء الله. مع السلامة.